إنه ليش هيك صار معي أو مع حدا منكم؟ لأنه باختصار القصة كالتالي. بالأول بحكي لكم هالقصة بعدين رح تعرفوا مقصدي. جحا هو ومرته قرروا يذبحوا خروف، فاطلع عليها قال لها قرايبينك كتار وأنا قرايبيني كتار، إخواتي وإخواتك وأهلي وأهلك، بدنا نذبح هالخروف وما بدنا حدا يدرى فينا. فقال لها عندي فكرة، بتقومي يا مرة بتحملي حالك هلا وبتروحي بيت أهلك، بتخلقي لك شي زعلة هيك من ولا شي، بتنكشي لك مشكلة من تحت الأرض وبتخانقيهم كلهم، تزعلي من كل هالعيلة. وأنا كذلك الشيء، هلا بقوم بحمل حالي على رفقاتي وقرايبيني وكل جماعتي وبخلق لي شي كمان قصة تانية أو مشكلة بلا طعمة وبزعل منهم كلياتهم وبطالع الحق عليهم. طبعا تمت المهمة بنجاح، قامت حملت حالها وزعلت من أهلها وأخواتها وقرايبينها، وهو نفس الشيء. رجعوا على هالبيت مبسوطين وسعيدين وذبحوا الخروف وبلشوا يوم يشوا يوم يقلوا يوم يطبخوا. بعد شي 10 أيام خلاص شو هو جمال كله شقفة خروف. قعدوا حسوا بالملل، قام قال لها امشي نروح نصالح أهليتنا. حملت حالها وراحت راضتهم وقالت لهم يعني خلاص إنه سامحتكم. طبعا هي سامحتهم وهو كذلك الشيء، ورجعوا أحباب وصحاب. الفكرة لما تشوفي وحدة زعلت منك أوقات بلا سبب ومن دون سابق إنذار وما صار بينك وبينها لا سوء تفاهم ولا مشكلة، وبس هيك أنت حايرة بأمرك إنه ليش هي زعلت أو أنا شو عملت، وحملتي نفسك الذنب وصرتي تضربي أخماس بأسداس، اعرفي إنه هن اختلقوا الزعل لأنه عندهم أخبار وشي ما حابين حدا يعرفوا فيه. فما دائما نحمل نفسنا الذنب لأنه نسبة 90% وطبعا أنا ما عم بقصد حدا فيها. وبالنسبة للأكلة خلينا نرجع للموضوع المهم، هذا كله حكي فاضي بلا طعمة. عملت سمك دورادو بتلاقوه بمحلات الألمان، بس فعلا ظريف جدا وطيب، وحجم السمكة أو وزنه كتير كان مناسب. وعملت جنب السلطة يلي مستحيل حدا يدوقها عندي ما يقول إنه بتاخد العقل، جرجير مثل ما هو بتحطوه، بتحطوا على وشها شمندر وجوز وبصل أحمر. والدريسنج تبعها حطيت الخل البلسمك أو صوص البلسمك ما بعرف، بس طعمته كتير طيبة بلاقيه بالليدل. هاي السلطة أكلتها أول مرة بإسبانيا، ومن وقتها لليوم جنب السمك بيقدموها أو البحريات ما بفوت أكلة سمك ما تكون جنبها هاي السلطة. والصراحة أنا كتير مغرمة بأنه السمك يكون مشوي كنوع صحي أكتر، لكن المرة قليته فعلا كانت الطعمة كتير طيبة. أعطوني رأيكم بالقصة الأولى واكتبوا لي شو عبالكم نحكي قصص تانية. سلام.